والله عنده الوردنيه ويسحبه ويلقم ويحطها براس امه، وقال حاجات تعلميني بالصحيه اذبحك، انا جتني اخبار غير الاخبار هذه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، صلوا على محمد، اللهم صل على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. هذا يا اخوان برجال ولد شيخ ابن شيخ، واهل وشيوخ وارثينها وراثه وشيوخ على اساس، والرجل متربي على العز، شب اول طلعته حب له بنت من طارف العرب، جي على ابوي يبغى اريد اتجوز، قال هذا يوم السعد، منين تريد؟ قال اريد فلانه بنت فلان، قال لا فلانه بنت فلان ما تصلح لك، انت ولد شيخ وابن الشيخ ما ياخذ بنت راعي، ابن الشيخ ما ياخذ الا بنت شيخ مثله. يا يبا احبها يا يبا اريدها، قال الحكي هذا ما ينفعك، شوف لك غيرها. فالولد ابوه لا يقدر يزعله ولا يقدر، اما حزت بنفسه الرجل ومثل التضايق بينه وبين نفسه، وقرر انه يطلع من الديره نهائيا. والله بالفعل هذا راح على الرعيان وينطيهم هدومه اللابسين، هدوم ابن شيخ ومبينات، وينطيهم هدومه وياخذ يشوف له واحد يتلابسون هو وياه، وياخذ هدوم الراعي ويلبسهن، وطلع من العرب، طلع من الديره ابنه. والله مشى مسافة ما هي هينه، مشاله حلوة 4-5 ايام ابعد. يوم جالوا على ديرة بعيدة، وديرة لا يعرفون اهله ولا يعرفهم هو ولا حد بيهم يعرفوا. والله ويجي على بيت الشيخ ملتم الناس، بيت الشيخ مليان والعالم، اقبل عليهم، سلام عليك السلام، حول تفضل فوت. قال لا بالله انا رجال ادور شغل. شو تعرف تسوي من الشغل؟ قال والله اعرف، تريدني راعي اصير، تريدني قهوجي اصير، تريدني حطاب زاد وضعي طيب، تعرف اسوي قهوه؟ قال اي بالله اعرف اسوي قهوه. سوي لنا قهوه، ملتمين الشيخ وربع الشيخ وهالعالم. والله ويقوم الولد هذا ابن شيخ، والرجل ما هي غريبه عليه القهوه، وقهوتني يسويها ترى ما اي واحد يسويها. ويقوم يحمس البن ويضبط الامور ويفورها ويفوح على القهوه ويضبط الامور. يوم زين قهوته ويجيب ويضيف هالموجودين يقهويهم الشيخ والناس الموجودين مع الشيخ. يوم ضاقوا القهوه وانها والله قهوة طيبه ما هم ضايقين مثلها ابد. فالشيخ قال من هنا ورايح انت قهوتشي عندي بالمجلس. والله ويشتغل هذا عند الشيخ قهوتشي فترة من الزمان، اشتغل 4-5 اشهر. الشيخ مكيف عليه وهو والربع مكيفين عليه، والرجال ابن شيوخ، وابن شيوخ ما يلزموا يعني انه الكمال لله كامل، من مبادئ ومن اخلاق ومن منطوق طيب فالناس استحبوا له، والشيخ من زاد استحب له وكذا، وهو استحب لها الناس. بعد 5-6 اشهر الشيخ يروح ويشتري طير حر، اشترى له طير حر، وطير الحر رمز من القديم الى اليوم، هذا طير الحر رمز. والله يوم جاب الطير واطبقت العرب كامل، مبروك يا شيخ وشايف خيره يا شيخ وصقار بن صقار ومن هالسوالف هذه تستاهلوا يا شيخ. لا الساعة 12-1 بالليل والناس تبارك وتهني وتسلم، الساعة بالله 12-1 بالليل وتقوم الناس كل مرة على بيته. ظل الشيخ والقهوجي، صاح الشيخ على القهوجي قال يا ولد، قال يا عونك، قال صب لي فنجان قهوة. والله يصب له فنجان قهوة اشربه. قال يا ولد انت مبين عليك فهمان وحكيم، ايش رايك بالطير؟ قال والله يا شيخ الطير حر، واشهد بالله ابن البيضة الاولى، لكن طيرك هذا ترباية دجاجة. والله الشيخ قب عليه، قم من هين على قهوتك، انت شن فهمك بالطيور؟ انت ما تفهم الا بالقهوة، انت رزلوا. قال والله يا شيخ سألتني وجاوبتك،
قال الله يلعنك ويلعن جوابك. أما الشيخ صارت بباله والسالفة، والله أصبحت الدنيا ويركب حصانه وعلى راعي الطير. جي على راعي الطير، سلام عليك السلام. قال جبت صقار، والصقار هذا يوم راز الطير قال له طير ترباية دجاجة. قال أشهد بالله صحيح الطير ترباية دجاجة، لكن الطير حر، وأنا لقيت بيضته بالعش وجبته وعندي دجاجة وحطيته جوا الدجاجة، يوم انكسر معها الصواصي ودرج، يوم قام يريد يطير عزلته عنها، أشهد بالله ترباية دجاجة. والله يا طويل العمار، فجي الشيخ على العرب صاح للقهوجي، يا ولد قالها، قال إذا أسألك أنت الطير شلون عرفتوا ترباية دجاجة؟ قال والله يا شيخ ما تريد عرف، الحر يومك تحط له الفريسة قدامه ينهش نهش ويرفع راسه فوق ويتلحظ ويمين ويسار، يوم ما يمضغ النهش البثمه ويرجع ينهش نهشة النوب. طيرك هذا يوم تحط له الحمى قدامه يظل موطخ لمن يخلي بس العظام يرفع راسه. واذا تلاحظون الربع الدجاجه اذا تنثر لها حنطه او ما شابه ذلك تظل ما دام بحبه حنطه بالقاع ما ترفع راسها، وهذا من طبع الدجاج. فالشيخ عجبته السالفه، قال اشهد بالله انك تعرف خوش عرف صاح للطباخين، قالت زودوا له اليوم بالعشاء شفشير عيش. احفظوا لي شفشير العيش يلزمنا بالنهايه. قال اليوم زودوا له بالعشاء شفشير عيش، اكراميه انه حل اللغز هذا وحل وعرف الطير. والله زودوا له شفشير عيش، دارت الايام دارت الليالي، فتره 5 6 اشهر النوب، ويروح يشتري الشيخ حصان اصيل. يوم جاب الحصان، والحصان لليوم هذا رمز الخيل العربيه، ترى رمز. يوم جاب الحصان وتلتم العرب والحواليه ومبروك وشايف خير وخيال بن خيال وتستاهل من هالسوالف، وتظل عنده ل 12 للوحده الناس تبارك وتهني وتسلم. والله بعد نص الليل حول 12 وحده وتقوم الناس، ظل القهوجي ويعرف القهوجي يعرف، صاح له قال يا ولد، قال يا عونك، قال صب لي فنجان قهوه. والله صب له فنجان قهوه شربوا. قال يا ولد ايش رايك بالحصان؟ قال والله يا شيخ حصانك اشهد بالله اصيل ومن سلاله ومبين، لكن حصانك ترى تربايته بقره. شلون قال والله مثل ما قال، قوم اذلف على قهوتك الله يلعنك ويلعن جوابك، قوم. قال والله يا شيخ سألتني وانا جاوبتك. قال ما اريد جوابك. اما صارت بباله ويعرف. اصبحت الدنيا ويركب ركوبته على راعي الحصان، سلام عليك السلام. قال خيوه جبت سايس خيل، ويوم من ساس الحصان يقول الحصان تربايته بقره، قال اشهد بالله صحيح نعم الحصان امه يوم ولدته ماتت، وفعلا عندي بقره وخليته يرضى مع البقره، يوم من صار مهر وشلته عنه يوم من وقت فطامه. اشهد بالله قال لك كلامه مضبوط وفعلا تربايته بقره. اما اصيل واذا ترجعوا زاد ارجعوا ما عندي مشكله. قال لا ما رجع، ولكن حبيت اتاكد. راح على العرب صاح للقهوجي، قال شلون عرفت؟ قال والله يا شيخ اني بي حصانك هذا بيطبع الطبع هذا ما شفته الا بالبقر. شنو؟ قال حصانك 24 ساعه ماد لسانه بخشمه ويبحش. ترى يا الربع الطبيعه هذه موجوده بالبقر، وانا شفتها بتركيا بالمزارع. البقره 24 ساعه لسانها بخشمه وتبحش، وهذه من طبايع البقر. وعرفت انه قال اشهد بالله انك تعرف خوش عرف. صاح للطباخين قال اليوم تزودوا له بالعشاء شفشير عيش، صار شفشيرين. والله زودوا له شفشير عيش، دارت الايام دارت الليالي. يوم من الايام قاعد الشيخ لحاله بالمجلس ومبسوط وزاهيت له الدنيا. صاح للقهوجي قال يا ولد، قال صب لي فنجان قهوه. والله صب له. قال يا ولد اذا اسالك والله انت رجال نتعرف وراعي نظره وراعي بصيره، اريد اسالك سؤال لكن اريدك تجاوبني بكل صراحه. قال ما تلقى عندي الا الصراحه بعون الله. قال اريد اسالك اني شنو من رجال؟ الشيخ يسال القهوجي عن نفسه. قال اني شنو من رجال؟ قال انت الشيخ فلان ابن الشيخ فلان، انت ما يعتاز تسالني ولا. قال عليك الله وامان الله فلا يجيك اثقل من هدومك،
وحلف له بكل يمين ثقيل، لكن اريدك تعلمني بالصحيح. قال والله يا شيخ دامك عاهدتني بالله انت طباخ ابن طباخ ولا لك علاقة بالشيخة لا من قريب ولا من بعيد. اني قال نعم انت، وروح تأكد. والله الشيخ يعرفوا انه يعرف هذا، ما عنده، يعرف مضبوط والله. ويروح ويتمن هين لهين ويتحرى ويسولف، وكجي على امه يا امي يا عيني يا ابوي يا كذا، ما قالت انت ابوك فلان الشيخ كذا، ما والله عنده الوردنيه ويسحبه ويلقم ويحطها براس امه. وقال حاجات تعلميني بالصحية اذبحك، انا جتني اخبار غير الاخبار هذه. قالت لا تذبحني ولا اذبحك، اقعد تسولف. قال خير. قالت الشيخ اللي على اساس ابوك هذا شيخ العرب هذا ما يضني، وخذ قبلي 3 نسوان وعافن، الحرمه ظل عنده سنه، يوم ما تحبل يطلقها. ويوم خذاني يعني ورا 2 3 صار عندهم غزو وطلعوا على الغزو. يوم طلعوا على الغزو عندي الطباخ وصحت للطباخ، توالمنا انا والطباخ، وصرت انت وانت ابن الطباخ، وابوك هذاك هو الطباخ الشايب اللي يطبخ بالمطبخ، ترى هذا ابوك. والله استغرب، جي على القهوجي قال تعال. قال ايش بيك؟ قال اريد افهم اني الطير، قلنا الطير ينقر مثل الدجاج وعرفت طبع دجاج، والحصان يزاد بي من طباع على البقر، اني شلون عرفت اني طباخ ابن طباخ؟ قال والله يا شيخ الشيوخ والامراء والناس اللي عندها طبايع شيوخ، يوم تريد تكرم الشخص على شيء المسألة حلها، تكرم بحلال، تكرم بمال، تبني بيوت، تجوز. انتو كل ما حزن لك شغل تنضخم تنطيني شفشير عيش، وهذه عطايا الطباخ، فما يعتاز انت طباخ ابن طباخ. فهذه قصة نستفيد منها، والله ما نستفيد كل شيء، نضيع وقتكم وقت المسلمين، والله لا فائدة ولا كذا. لكن عاد الا ما تلقوا لكم حكمة من هين دبروا لنا حكمة منها والزقوها بيها. الله يعطيكم العافية، جزاكم الخير، بيض الله وجهكم ما قصرتوا، كل الحب والاحترام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.